سيب اي حاجه معاك وركز معايا كويس جدا في الفيديو ده، لان الفيديو ده هيغير لك حياتك. ركز في الفيديو وطبق الكام حاجه اللي هقول لك عليها، وان شاء الله حياتك هتتغير. ندخل بقى في الفيديو. الحكايه ابتدت يوم 27 12 2021 باستثناء الامضاء بتاعت صاحبي. بعد اليوم ده كل حاجه اتغيرت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فيديو جديد مع كريم نوبي. اسم الكتاب ده العادات الذريه بتاع جيمس كلير، الكاتب الامريكي. طب ايه معنى العادات الذريه؟ وليه الكتاب ده غير لي حياتي؟ واللي ان شاء الله هيغير حياتك. ان شاء الله هنعرف كل الكلام ده في الفيديو ده. الكاتب لما اتسال على اسم الكتاب ده قصد انه يكتب عادات ذريه، لان الذريه حاجات بسيطه جدا، حاجات صغيره جدا. فهو قصد بالموضوع ده ان العاده تبقى حاجه صغيره جدا. دقيقه واحده، ايه معنى العاده اساسا؟ يا صديقي، العاده هي اي فعل او اي اكشن انت بتاخده مش بيبذل منك اي مجهود علشان تعمل، يعني مش بتتعب اطلاقا انك تعمله. مثال بسيط، لما تدخل اوضه هتلاقي يدك اوتوماتيك بتدخل اللي هو تفتح النور او تقفل النور. دي مش بتحتاج اي مجهود، لان انت بتلاقي نفسك اوريدي انت بتروح على الكرسي بتاع اللمبه. هي دي ببساطه العاده، ان انت مش بتحتاج اي مجهود او اي طاقه تعمل الاكشن ده. اي فعل انت مش بتحتاج اصلا انك تتعب او انك تفكر فيه علشان تعمله، هو ده العاده بالظبط. طيب ليه العاده دي ممكن تغير لك حياتك؟ هتغير لك حياتك يا صديقي لما اي حاجه عايز تعملها او اي حاجه نفسك تتعلمها وتشتغل فيها قلبتها العاده. عايز تبني جسم رياضي، عايز تتعلم لغه، عايز تتعلم مجال، عايز تعمل دايت، اي حاجه من الحاجات دي لو كونت عاده انك تعملها، انت اوريدي هتحقق الحاجه دي او انت هتوصل للحاجه دي ومش هتتعب اساسا، لان هي عاده. ملحوظه بسيطه مع الموضوع ده، انا تجربتي مع العادات تجربتي في الانجليزي. انا في الانجليزي لما بدات ان انا اتعلم انجليزي، الموضوع كان مرهق جدا وكان صعب جدا ان انا اتعلم انجليزي وان انا اقعد ساعه اتعلم كل يوم والكلام ده. ولكن بعد ما قريت الكتاب ده كل حاجه اتغيرت. انا بنيت عاده ان انا اتعلم انجليزي، بيجي الموضوع عندي سهل جدا واتس بيس اوف كيك، او سهل جدا ان انا اتعلم انجليزي. بيجي الموضوع اليوم اللي انا ما اتعلمش فيه انجليزي اتضايق او احس ان انا متضايق كده ومش مظبوط لان انا ما اتعلمتش انجليزي، فجلبت الموضوع معايا العاده. فهو ده اللي ساعدني ان انا اتعلم انجليزي، وبصراحه ساعدني في كام حاجه تاني ممكن نتكلم عليهم بعدين. المهم ندخل في الموضوع والكلام الجد بتاع الفيديو، ازاي تكون عاده. هنلخص الموضوع ان شاء الله في 4 ستيبس. اول ستيب او اول خطوه علشان تكون عاده انك تخليها واضحه، اجعلها واضحه. في جامعه هارفارد كانوا عايزين يعملوا حاجه بسيطه جدا، وهي ان عايزين الناس يشربوا ميه كتير او اكتر من البيبسي. ازاي عملوا الموضوع ده؟ عملوا الموضوع ده بكل بساطه ان هو في الجزائز بتاعه البيبسي خلوا البيبسي ورا والميه قدام بس، يعني بيجي الظاهر للناس او الحاجه الباينه للناس هي الميه. وبعد التجربه دي كميه الناس اللي بيجي تشرب ميه زادت 25% من ولا حاجه. هم ما عملوش اي حاجه غير انهم خلوا الحاجه اللي عايزين الناس تعملها واضحه قدامهم. طب ازاي اخلي العاده بتاعتي واضحه؟ لو انا مثلا عايز اقرا، حاول انك تخلي الكتاب بتاعك على الترابيزه بتاعتك او على الديسك بتاعك او على الكومودينو بتاعك جنب السرير. انت اوريدي اول ما بتلاقي نفسك دخلت ولقيتها قدامك كده بتمسك فيها على طول. لو عايز تبدا دايت مثلا، حاول دايما تخلي الاكل الهيلثي او الاكل الصحي والدايت موجود قدامك في الثلاجه. لو انت مثلا عايز تتعلم انجليزي، حاول انك تخلي الابلكيشنز او البرامج اللي انت هتتعلم من عليها انجليزي على الهوم سكرين او على الشاشه الرئيسيه بتاعت التليفون بتاعك، بحيث انك اول ما تمسك التليفون بتاعك او اول ما تفتح التليفون بتاعك تلاقيها قدامك، فدي واضحه فهتلاقي نفسك اوريدي انت دوست عليها. حاجه بسيطه جدا وحاجه مش مستاهله اساسا، ولكن انت لو جربتها هتشوف الفرق بعينك. الموضوع ده بيفيدني جدا في موضوع القراءه. انا بخلي الكتاب اللي انا بقرا فيه على الديسك بتاعي، اول ما بدخل الاوضه بمسك اقرا فيه على طول، والموضوع ده 100 100. ثاني خطوه من مراحل تكوين العادات انك تخليها جذابه. كان في طالب اسمه رونان بايرن، ده طالب برمجيات او طالب في البرمجه. الطالب ده كان دايما بيسمع نتفليكس، كان يومه كله على نتفليكس بيسمع مسلسلات كتيره جدا، وفي نفس الوقت هو عايز يتمرن ويتدرب، ولكن هو مش قادر لان هو دايما على نتفليكس ودايما بيسمع مسلسلات. فعمل حركه حلوه جدا، جاب العجله اللي هيتمرن عليها او جاب الماكينه اللي هو هيتمرن عليها وبرمجها على نتفليكس او برمجها على الجهاز بتاع نتفليكس، بمعنى ان خلى الجهاز يشتغل او نتفليكس تشتغل لما هو يدي كام تمرين او لما هو يعمل كام عده. دماغ شغاله موت. يعني نتفليكس او المسلسلات اللي هو بيتفرج عليها مش هتشتغل معاه غير لما يعمل التمرينه بتاعته او يوصل لمرحله معينه من العد، ساعتها نتفليكس هتشتغل معاه، غير كده مش هتشتغل معاه. فكك من الراجل ده لان الراجل ده تقريبا مجنون. لو انت مثلا من الناس اللي بتحب تشرب قهوه كل يوم، اتس مي، حاول انك تجبر نفسك انك قبل ما تروح تعمل قهوه انت هتقرا 5 صفحات مثلا. فانت لازم هتجبر نفسك او لازم هتعمل الاكشن ده علشان تروح تعمل قهوه الحاجه اللي بتحبها. لو كل يوم مثلا بتطلع مع اصحابك، حاول انك تجبر نفسك او حاول انك تقول لنفسك انك هتطلع مع اصحابك لما تذاكر ساعه او لما تتعلم ساعه انجليزي مثلا. لو قعدت ساعه انك تتعلم انجليزي او تتعلم اي حاجه انت هتطلع مع اصحابك، غير كده انت مش هتطلع. انت بالطريقه دي بتخليها جذابه، اللي هو انت لازم تعمل الحاجه دي علشان لما تطلع مع اصحابك تستمتع بالخروجه وتحس ان الخروجه حلوه لان انت عامل حاجه حلوه. خش بقى روق عليه، سبسكرايب في القناه وفعل خاصيه الجرس. 100 100. الخطوه الثالثه في تكوين العادات هي انك تخليها سهله او اجعلها سهله. كان في دكتور في جامعه فلوريدا اسمه جيري اولسمان. الدكتور ده قسم السكشن بتاعه او قسم الفصل اللي هو بيدرسه الى مجموعتين. سمى المجموعه الاولى مجموعه الكم والمجموعه الثانيه مجموعه الكيف. راح لمجموعه الكم وقال لهم انا عايز 100 صوره، وبناء على ال 100 صوره دي انا هحدد الدرجات اللي انا هديها لك، 100 امتياز، 90 جيد جدا، 80 جيد، 70 مقبول. راح بقى لمجموعه الكيف قال لهم انا عايز صوره
واحده بس، صوره واحده بس، وبناء عليها انا هديك الدرجه بتاعتك. نتيجه الدراسه ان المجموعه اللي كانت بتعتمد على الكم اتعلموا حاجات كتيره جدا، اتعلموا على تكوين الصوره، التحميض، الكالر كوركشن او تعديل الالوان، الزوايا بتاعت الصور، اتعلموا حاجات كتيره جدا، في حين ان مجموعه الكيف ما عملوش ولا صوره. قعدوا فتره الدراسه كلها يفكروا ويخمنوا كده، وازاي هنجيب الصوره، وازاي هنعمل الصوره، والصوره هتيجي منين وهتيجي ازاي، المثاليه. طب ايه لازمه التجربه دي في الكلام اللي انا بقوله لك؟ انا عايز اقول لك انك تبدا في الحاجه على طول، ما تستناش، ما تصعبهاش على نفسك، ما تقولش ان انا لازم اشترك في اقوى جيم علشان ابني عضلات، ما تقولش ان انا هشترك مع احسن مدرب دايت علشان خاطر ينزلني، ما تقولش ان انا هشتري اللاب الفلاني علشان ابدا اتعلم برمج. لا لا خالص، ما تصعبهاش على نفسك. الحاجه اللي تحت سيطرتك او الحاجه اللي انت قادر تعملها اعملها دلوقتي، وما تصعبهاش على نفسك. الكاتب في الحته دي قال حته مهمه جدا، قال ما توهمش نفسك انك بتتطور وانت مش بتتطور. ازاي؟ قال لك يعني مثلا ما توهمش نفسك انك لما بتدور على افضل مدرب، على افضل لابتوب، على افضل كاميرا، ان انت كده بتتطور. لا، انت ما بتتطورش خالص. انت بتوهم نفسك انك بتتطور، ولكن في الحقيقه انت ما بتتطورش خالص. الكاتب بيقول لك لازم تعمل فعل، لازم تتحرك، لازم تقوم تعمل ستيب كده، لازم تاخد خطوه في المجال بتاعك. عايز تبني جسم، روح للجيم على طول واشتغل في الجيم، ما تستناش في اقوى جيم او ما تستناش افضل مدرب علشان يدربك. كذلك لو عايز تتعلم لغه، ما تستناش انك تشترك في افضل سنتر ابو 3000 جنيه علشان تتعلم لغه، ما تستناش برضو انك تشترك في الابلكيشن ابو 2000 و3000 جنيه عشان تتعلم. لا، اشترك باللي في ايدك او اشتغل باللي بايدك حاليا، ومع الوقت هتتطور. ولكن اوعى توهم نفسك ان انت لما بتدور على الكلام ده انت بتتطور، لان في الحقيقه انت ما بتتطورش، انت واقف مكانك. التقدم والتطور الحقيقي انك تقوم تاخد خطوه، مش انك تقعد مكانك وتحس انك بتاخد خطوه. الخطوه الرابعه من مراحل تكوين العاده هي اجعلها مشبعه. الكاتب في البوينت دي قال لك ان لازم يبقى عندك فيجن، او لازم يبقى عندك رؤيه اللي هي بناء عليها انت هتعمل العاده، او بناء عليها انت هتشتغل في العاده بتاعتك. يعني لازم يبقى عندك هدف انت بتحاول انك توصل له، ولازم تقتنع من جواك ان العاده او الفعل اللي انت بتاخده كل يوم ده هو اللي هيوصلك بالهدف بتاعك. لما تقعد اول اسبوع او اول اسبوعين في جيم مش هتبني اقوى جسم رياضي. لما تقعد اسبوع اسبوعين تتعلم لغه مش هتبقى فلوينت في اللغه، مش هتبقى حاجه جامده في اللغه. ولكن مع الوقت بالخطوات البسيطه جدا اللي حكيناها دي والعاده اللي انت هتكونها دي، بعد فتره هتحس التطور ده جدا. الكاتب بيصر هنا على موضوع الهدف او الرؤيه، لان هو ده اللي هيزوجك انك تكمل في العاده بتاعتك. وبصراحه انا شايف ان اهم مرحله من مراحل تكوين العاده انك تخليها سهله، خليها سهله جدا. زي ما بقولها في كل فيديوهاتي، 5 صفحات بس لو عايز انك تبدا تقرا، 10 دقائق او ساعه لو عايز انك تتعلم انجليزي، جست ساعه. ما تقولش 4 و5 ساعات، لان انت كده بتصعبها على نفسك. بعد 3 4 ايام مش هتعتب المكان ده تاني، او مش هتعمل الحاجه دي تاني. فكون انك بتخليها سهله ده بيديك بوش، او ده بيخليك تعملها وانك ما تكسلش انك تعملها، لان هي اوريدي سهله. الفيديو ده لازم تسيفه، لازم ترجع له، لازم تحفظه، ولازم دلوقتي انت تقوم وتكتب الهدف بتاعك، او تكتب الحاجات اللي انت نفسك تعملها، تكتبها في ورقه، وتبدا في تكوين العاده اللي انا قلت لك عليها، او تبدا في الستبس اللي انا كلمتك عليها. وان شاء الله بعد فتره قصيره جدا هتشوف الفرق بعينك، وده هيديك بوش انك تكمل. كون عادات، كون عادات. اي حد من بتوع التنميه البشريه، وانا ما بحبش لفظ التنميه البشريه ده بصراحه، بس اي حد بيطور من نفسه، او اي حد بيعمل حاجه حلوه لنفسه، هتلاقيه دايما بيقول لك كون عادات، او اعمل روتين لحياتك، او الروتين الصباحي. الحاجات دي كلها عادات، لان الحاجات دي الناس هي بتعملها بدون اي مجهود او بدون اي تعب، لان هي بقت عاده. بس انا كده خلصت، رب تكون استفدت، واتمنى انك تشير الفيديو ده مع اصحابك علشان يوصل لهم وتبداوا مع بعض. وفي الاخر thank you very much for watching and see you soon يا برو. باي.